السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هقول لك على جميع أسعار المواد الغذائية كأنك في السعودية عشان تعرف أسعارها واحدة واحدة. هقول لك على جميع أسعار المخبوزات، الجبن، اللحوم، الدجاج، الفراخ، كل حاجة، مش هجيب لك تفصيلة واحدة بس غير لما اقول لك على اسعارها في المملكة العربية السعودية. ايوه، زي ما انت سامع كده، هو كل اسعار اي حاجة هجيبها لك. تمام، يلا بينا يلا بينا. ولو انت جاي السعودية جديد وعاوز تصرف، انا مش عارف بقى جاي السعودية جديد، طب انا هصرف ايه، طب انا هاكل ايه، هاكل بكام، هشرب بكام، هقول لك على جميع كل التفصيلات. بس خليك معانا في الفيديو دوت، ومتنساش اللايك والشير. الله يجازيك خير وربنا يكرمك، وتدعي لي دعوة كويسة، تدعي للمسلمين دعوة كويسة. ده يا جماعة أسعار المواد الغذائية في باندا. تمام، زي ما انتم شايفين، هو مثلا ده يعني عندنا ال الأسماك اهيت، وعندنا الكابوريا اهيت عاملة 12 ريال للكيلو، وعندنا سمك البلطو عامل 22 ريال للكيلو. تمام، وادي جميع الاسماك اهيت بيوريك اسعارها. تمام، دي قسم الاسماك. ده بقى سمك السلمون اهوت. تمام، وحتى سمك السردين عامل اهوت 8 ريال، دوت تقريبا نص كيلو او كيلو ربع. ودوت يا جماعة سمك السلمون، يا سلام على سمك السلمون. سمك السلمون تقريبا عامل 30 ريال القطعتين دولت، تقريبا عاملين تقريبا نص كيلو. والجمبري بقى يعني المتقشر واللي مش متقشر، الحاجات دي. تمام، ده السمك دوت عامل 10 ريال. يعني انت الخلاصة ممكن تجيب سمك ب10 ريال يقضيك وجبة زي الفل، بس اهم حاجة انك تروح تقليه في البيت. ودوت يا جماعة جمبري تقريبا نص كيلو اهوت، دوت عامل 20 ريال. يعني انت ممكن تدلع نفسك وتجيب لك جمبري وتروق حالك، وتحطه بس كوت يعني في الطاسة يعني 10 دقايق، ممكن تلاقي ب10 ريال الجمبري. وبعد كده دخلنا على قسم المجمدات. بعد كده بقى على قسم بقى ايه اللحوم. تمام، في لحوم هنا يا جماعة، لحوم غالية وفي لحوم مش غالية. اللحوم اللي مش غالية اللي هي اللحوم البرازيلي، أما اللحوم اللي هي غالية فهي بتكون اللحوم اللي هي الخرفان والحاجات دي. تمام، دي أنا جايب لك يعني كل حاجة من قلب كل حاجة. ده بقى اللحمة المفرومة، هي عاملة ايه يا جماعة، هي عاملة الكيلو عامل 30 ريال. وفي لحمة برازيل الكيلو عامل 20 ريال، وبتوصل في عروض ان هي بتوصل ل22 ريال. ده يا جماعة لحمة برازيلي هي عاملة 25 ريال. لحمة برازيلي كويسة جدا، يعني انت ممكن تجربها. تمام، ده بالنسبة ليه كيلو. ادي المكعبات اللي هي البقري عاملة 15 ريال. ده بقى بالنسبة للناس اللي تحب الشوربة. تمام، عاملة هنا 5 ريال الطبق دوت. بالنسبة للناس اللي هي بتحب الشوربة وكده هوت، عاملة 5 ريال. ده بقى بالنسبة للناس اللي بتحب الصدوق. وبعد كده ندخل بقى على قسم الفراخ. قسم الفراخ ممكن انت تجيب كبدة وقوانص، هيعملوا تقريبا 5 ريال. وهنا بقى لو فراخ متبلة، بس انت يعني انت لو كده هو تجيب فراخ عادية احسن لك. ده بقى بالنسبة لقسم اللي هو العطور وقسم المواد اللي هي المكسرات وكده. البيض بقى عامل هنا، هو الطبق عامل 21 ريال. دي بقى أشكال وأنواع من البيض. هنا الطبق عامل 24 ريال إنتاج اليوم. تمام، ده بالنسبة لكرتونة البيض. طبعا هو في أشكال وألوان. هنا مثلا في عاملة كرتونة عاملة 18 ريال. بعد كده مية زمزم بتتباع في الأسواق، ولكن هنا بيقولوا أقصى حاجة 4 زمزم الواحد تقريبا عاملة 10 ريال. بعد كده ندخل بقى على الرز بقى، شكارة رز الوليمة عاملة 32 ريال. ولو عاوز شكارة كبيرة أوي أوي بتكون عاملة بالسعر اللي انت شفته دوت. بعد كده الرز المصري عامل لل10 كيلو 62 ريال، ده لل10 كيلو. بعد كده في مكرونة 5 كيلو. تمام،
وبعد كده ندخل بقى على قسم بقى اللي هي ايه، قسم البقوليات. زي ما انتم شايفين اهي اسعار البقوليات. ده اسعار البقوليات زي ما انتم شايفين اهي. البسلة عاملة 30 ريال للكيلو. بعد كده ندخل بقى على الفراخ بتاعتنا. ممكن ألف يعني فرخة 1100 جرام، فرخة 1000 جرام، بتروح سعرها من تقريبا 15 ريال ل 17 ريال في الرينج ده. بعد كده انت لو عاوز تجيب كبد وقوانص تقريبا ب5 ريال. زي ما انتوا شايفين دوت يا جماعة الفراخ. دي أسعار الفراخ زي ما انتوا شايفينها بكل أنواعها. هنا فرخة مثلا عاملة 1000 جرام، عاملة 17 ريال. يعني ممكن تتراوح الفراخ مثلا من 13 ريال لغاية 17 ريال لغاية 20 ريال. تمام. دي سعر الفراخ. لو انت عاوز تجيب فرخة في السعودية ممكن تقسمها مثلا على ايه، على لو انت واحد ممكن تقسمها على 4 ايام او يومين على حسب الدنيا. فديت الفراخ في السعودية بجميع اشكالها وبجميع انواعها. تمام. في بقى برضك نفس الكلام بقى، ندخل بقى على ايه، على اللبنة والزبادي. هل اسعارها بكام واسعار كام؟ الزبادي سعرها الزبادي تقريبا ريالين. بعد كده هندخل على قسم اللانشون. اللانشون عامل الكيلو هو عامل 50 ريال. بعد كده على أسعار الجبن. في بقى جبن مستوردة أو جبن يعني كده هو عاملة تقريبا 50 ريال للكيلو. وأسعار الجبنة البيضاء تقريبا ممكن تعمل تقريبا ممكن توصل في جبن عاملة 15 ريال. وادي بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت أسعار بقى الزيتون بقى وأسعار المخللات. زي ما انت عاوز بتاخد، انت تاخد ده كأنك بتاخد في مصر. ديت عبارة عن في باندا. وده يا جماعة في مربى وفي جبنة وفي، يعني هتلاقي جميع الأصناف. هتلاقي حاجات مصرية، حاجات تركية، حاجات سعودية، حاجات سورية. هتلاقي كل حاجة وجميع الأصناف اللي انت عاوز تاخدها. تمام. الجبنة هي بتروح سعرها 27 ريال. بعد كده بقى ادي الزبدة ديت عاملة 10 ريال. بعد كده بهذا جامد جدا 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 اللي هو عبارة عن يعني زعتر بالسمسم جامد جدا جدا، جربوه. بعد هنا بقى يا جماعة عبارة عن بقى لو انت هم بقى بيحطوا بالك يعني هو يعني حاجات معينة لو انت حابب تاخدها. وكل حاجة مكتوب عليها سعرها. حتى الجبنة التركي موجودة في السعودية ولكن بسعر أغلى شوية من سعر اللي في مصر. تمام. بعد كده مثلا هنا مثلا ايه اللي هي آه التمر عامل هناوت 14 ريال للواحدة. تقريبا عاملة تقريبا كيلو أو كيلو كسور تقريبا. تمام. حتى الرقاق هنا بردك موجود في السعودية. والناس اللي بتحب تعمل سمبوسة كل الكلام ده موجود هنا إن شاء الله. ندخل بقى على الخبز أو الناس اللي بتحب التوست. التوست عامل 3 ريال للبر. يعني والمش غير بر عامل 5 ريال. يعني هنا السعر ممتاز جدا جدا. يعني ده خبز النخالة عامل 5 ريال. حاجات هنا ممتازة جدا على فكرة، مش يعني حاجة ممتازة جدا 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 يعني. عاملة 5 ريال. الناس تحب تاخد سندوتشات وبتاخد بر. وهنا بالنسبة برضك لسعر العيش، سعر العيش الأربعة عاملين ريال لو انت تاخدهم من المخبز. وبالنسبة في عيش مصري عامل التلاتة عاملين ريال. وفي اصلا عيش بر اللي هو بيسموه العيش الاسمر عامل 4 بريال. وفي العيش اللي هو الابيض عامل ال4 بريال. وفي عيش اللبناني الكبير اوي ده برضك عامل ال4 بريال. هنا سعر الخبز ممتاز جدا جدا. طيب ندخل بقى على الفواكه. دي يا جماعة الفواكه انت بقى بتشوف انت عاوز ايه. حتى هنا مثلا بيديك مثلا البطيخ، بيديكش بطيخة كاملة، ممكن تاخد حتة صغيرة من بطيخة او اي حاجة من البطيخ. هنا بقى سعر البرتقال هو هنا غالي شوية عامل 6 ريال. في منه برتقان مصري وفي منه برتقان يعني من جميع الدول اللي انت تتفكر فيها. من جميع الدول موجود برتقان بتاعها. دي بقى طماطم بقى هي غالية شوية بس حاسس ان هي ايه يعني تفاحة في نفسها عاملة 9 ريال. وهنا الخيار عامل 3 ريال. زي ما انتم شايفين دي اسعار المنتجات في المملكة العربية السعودية. ده البتنجان عامل 10 ريال. وادي الفاصوليا عاملة 15 ريال لكيلو. الفلفل الكوبي عامل 15 ريال.
هنا بقى اسعار الملوخية عاملة الحزمة عاملة ريالين. في بقدونس وشبت للناس اللي عاوز تعمل محشي بقى وتروح حالها بقى. زي ما انتم شايفين يا جماعة، دي أسعار المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية. لو انت جاي السعودية ومش عارف هتصرف كام، انت عاوز تعرف انا هعمل ميزانية في رينج كام، انت متسألش حد. بص ادي المنتجات اهيت. في كل منتج هو بكل سعر، انا اجيب لك كل المنتجات كل حاجة. انت بس يعني ان شاء الله يعني ادخل على الفيديو هتلاقي اي منتج انت عاوزه موجود قدامك. او انت يا ست البيت لو عاوزه جايه عمره او جايه حج وعاوزه تشتري حاجات معينه، عاوز صرف كام، فانت هتصرف كام. الملوخيه مثلا دي عامله التلاتة عامله 10 ريال، يعني واحده تقريبا عامله في رينج ال4 ريال. دي كيس الملوخيه، دي ملوخيه مصريه. دي ادي ملوخيه يا جماعه اهيت. وهنا برضك الملوخيه بقى. والناس اللي بتحب الخضار ال- المجمد، حاجه سريعه كده اهوت تمام. البسله اهوت. ما تنساش لو انت لسه متابعنا اللايك والشير، الله يجازيه خير. والدعاء لينا ولجميع المسلمين. ربنا يا رب يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وان شاء الله ربنا يا رب اللي ناوي يعمل عمره او ناوي يعمل حج ربنا ييسر له حاله يا رب يعمل عمره او حج. واللي ناوي يشتغل ربنا يا رب يكرمه ويوفقه ويديله الصحه والعافيه ويجي يشتغل ويبني نفسه. حتى جايب لك هنا اسعار الجيلاتي، اسعار الايس كريم، كل حاجه هنا يا جماعه مكتوبه لك. يعني مثلا دي عامله 9 ريال تمام. في ادي الجلاكسي عاملة 10 ريال، دي ب7 ريال. كل حاجة هنا يا جماعة مكتوبة بالظبط. انا بس يعني انا بنقل لك الصورة عشان خاطر انت لو جاي تعمل عمرة او جاي تعمل حج وعاوز تعرف الاسعار المنتجات، فانا بجيبها لك خطوة بخطوة. ودي يا عم دي جبنة، دي جبنة بالبيستاشيو كمان. وده بقى التوم عامل 6 ريال و90 هللة للكيلو. وده اللي هو الكابوتشي عامل الواحدة عاملة هيت ريالين. حتى السوداني يا عم جايبهولك، يعني انت مروقك اهو. اهم حاجة بس بالله عليك لا تنسى الدعاء واللايك والشير. ده الزبيب عامل 8 ريال هو عامل هو النص كيلو هو تقريبا عامل 8 ريال. وادي يا جماعة البصل، يا سلام على البصل. وادي البطاطس، الناس اللي بتعمل بقى صينية بطاطس بقى وعاوز تروح حالها جايب لك كل حاجة ان شاء الله. يعني ربنا يكرمك يا رب ويكرم أمة محمد ويرزقنا ويرزقك من حيث لا تحتسب. دوت ادي الألبان في السعودية هيت. ده تقريبا عامل 3 ريال. دوت عامل 7 ريال ونص. والزبادي الواحدة بس عاملة ريالين. ندخل بقى على قسم الجبن اللي هي دي الجبنة الشيدر. هي هنا غالية شوية، عاملة 9 ريال و6 ريال. بس هنا ما شاء الله بيحبوها جدا جدا جدا، فعشان كده ممكن تكون غالية شوية. الشاي بقى، الناس كيفة الشاي هنا، الشاي ده عامل 15 ريال للباكت تمام. في بقى شاي الربيع وشاي اكسبريس وشاي وانواع شاي، واحمد تي عامل 12 ريال تمام. في جميع الاشكال والالوان للشايات. شاي اخضر عامل ايه، شاي احمر. وده شاي ليبتون عامل 9 ريال. ادي انا بجيب لك جميع المنتجات. القهوة التركي هي عاملة كام موجودة عندك. كل حاجة انت بس وقف على السعر بتاعها هتلاقي السعر بتاعها موجود. وما تنساش اللايك والشير، الله يجزي خير. النسكافيه موجود اهوت. هنا برك ال4 حاجات، ال4 قشطة عاملة 10 ريال. يعني القشطة رخيصة جدا جدا. الناس هنا بقى اللي عاوز تعمل دايت بقى تمام، موجودة عندك اهيت أسعار الحاجات. الشوكولاتة عاملة 28 ريال العبوة ديت. الناس اللي بتحب الشوكولاتة وتحب تدلع نفسها. الحلاوة بقى عاملة 24 ريال. فيها هتلاقي حلاوة بالمكسرات وحلاوة سادة وحلاوة الدقيق هنا عامل 10 ريال.
وفي 15 ريال. في هنا السكر الدايت عامل 20 ريال. دي منتجات معلبة. ندخل بقى على، يا عمي، لو انت عاوز تعمل حاجات حلوة كل حاجة موجودة عندك اهيت. حتى جايب لك صلصة الطماطم عاملة 9 ريال للباكت حاله، يعني انت عاوز تجيب صلصة طماطم الباكت حاله عامل 9 ريال. دي بقى للناس اللي تحب بقى الايه، الفول السوداني، واخواتنا السودانيين طبعا بيعشقوها. ده بقى الفول عامل كام؟ الفول عامل 4 ريال. وفي بيكون عامل 2 ريال، وفي عروض بتبقى عاملة ريال واحد بس للفول، وريال ونص للفول كمان. يعني انت ان شاء الله في عروض بتنزل كتير جدا جدا. فانت حاول تشوف العروض دي عشان خاطر توفر السعر. حتى البيفي واللانشون ما شاء الله كل حاجة هنا تتخيلها موجودة. هنا عاملة 10 ريال. ندخل بقى على التونة يا حبيب قلبي. التونة هنا هو بقى عاملة كام؟ في من 3 ريال، 5 ريال، ل7 ريال. كل حاجة عندك اهيت موجودة، كل أنواع التونة. حتى زيت الزيتون عامل 17 ريال. هنا على فكرة ممكن تلاقي زيت زيتون على فكرة يعني أصلي، وفي زيت زيتون مدهون، وفي زيت زيتون يعني عصرة واحدة، كل ده هتلاقيه. الزيت العادي عامل هو 18 ريال بكل انواعه. بقى هتلاقي انواع كتيره جدا. المكرونه الخمسه عامله 15 ريال، يعني حابب ممكن تعملها 3 ريال او ريالين للمكرونه. ده بقى الاندومي. دي مكرونه جودي ممتازه جدا جدا جدا، يعني انت لو بتحب تاكل مكرونه كل جودي، ما شاء الله جامده جدا جدا جدا، يعني انا بحبها الصراحه. ده بقى مرقه الدجاج عامله هنا 12 ريال. بعد كده هنا اسعار المنتجات اللي هي بيئة الشرب، زي البيبسي وكوكاكولا والحاجات اللي انتوا بتشربوها ديت. دي هنا مريندا عاملة 37 ريال للكرتونة، في عليها خصم بدل من 40 ريال. وادي الكوكاكولا في منها زيرو، وفي منها بيبسي، وفي منها في جميع الانواع. تمام. وفي هنا منتج وطني موجود برضك، هو رخيص وما شاء الله جميل جدا يعني. بس انت حاول عشان خاطر صحتك ما تحاولش تشرب كتير يعني حاجات غازية، لانها برضك بتأثر في الصحة. فانت مش كل اكل وشرب تشرب ده. حاول انت ما تشربوش كتير، لانك انت دوت حاول تبطله، ان دي عادة سيئة. ان تشرب بيبسي وكوكاكولا والحاجات دي كلها عادة سيئة على صحتك انت. تمام. فحاول تقللها، وربنا يكرمك ويوفقك. الفيديو دوت يا جماعة، لو انت لسه متابعني ما تنساش اللايك والشير. الله يجازيك خير. تمام. بالنسبة للمية، حتى المية جاية كده برضه جايبها لك. المية سعرها بكام، والكرتونة سعرها بكام، كل حاجة موجودة. يعني الخلاصة، لو انت جاي من السعودية وعاوز تعرف انا هصرف كام في الشهر، اتفرج على الفيديو دوت وشوف كل الاسعار، كل حاجة. لو انت ست البيت جاية تعملي عمرة او تعملي حج وعاوز تعرفي سعر المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، فاتفرجي على الفيديو دوت ان شاء الله. كل حاجة أنا جايبها لك، من الجبن، الدجاج، الفراخ، اللحوم، حتى هو المواد الغذائية، حتى هو المواد اللي هي المنظفات. كل حاجة كل حاجة جايبها لك. ما تنساش بالله عليك تدعمني باللايك والشير، وتدعمني انك يعني تتفرج على قناتي وتعمل لي متابعة. واهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة تدعي لي دعوة خير، وان شاء الله ربنا يا رب يردها لك، وربنا يوفقك ويكرمك من حيث لا تحتسب، ويرزقك ويرزقني، اللهم امين امين يا رب العالمين. دي بردك اسعار شاشات التلفزيون جايبها لك. تمام. انت دي شاشة التلفزيون كل حاجة هنا ما شاء الله عليها موجودة، حتى شاشات التلفزيون، حتى كل حاجة هنا تخيلها موجودة في فروع
باندا، او في فروع كتير جدا 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 موجوده. بتكون يعني زي اللولو ماركت وهايبر ماركت، وفي داوود، وفي حاجات كتيره جدا جدا. اكتب لي في التعليقات انت محتاج ايه بس، وهتلاقيني تحت امرك. هكتب لك كل حاجه وهرد على كل استفسارك. ما تنساش اللايك والشير، الله يجازيك خير. واهم حاجه بالله عليك ادعي لي دعوه يعني خير ان شاء الله تكون مرضى لك. ربنا يرزقني يا رب العالمين، ويرزقكم يا رب العالمين، ويجعل يعني كلامنا يكون يعني كلامنا كويس يعني ودخل قلوبكم كلكم. وربنا يا رب يكرمكم جميعا. دي بقى برضك يعني اسعار حتى المكانس اهيت، المكانس اهيت. وفي حاجه اسمها هنا يعني برنامج دوت بيعمل تخفيضات وكده، فانت حاول برضك تخش عليه وتشوف ايه التخفيضات والنقط اللي انت ممكن تحصل عليها. حتى دي اسعار الميكروويف. حتى برضك يعني البامبرز جايب لك سعره ب64 ريال، ده البامبرز. وادي برضه حتى الشامبو جايب لك سعره عامل 14 ريال. في انواع من الشامبو، في حاجه عامله 9 ريال، وفي حاجه عامله 10 ريال. فانت ادخل بس بص على كل حاجه، جايب لك حتى كل حاجه تحتها سعرها. انت مش محتاج تسأل حد، انت محتاج تتفرج على الفيديو. لو عاوز تعرف اي سعر اي منتج، لو انت جايه تعملي عمره او جاي تعمل عمره او جاي تشتغل وعاوز تعرف جميع المنتجات، فهتلاقي جميع الاسعار ان شاء الله موجوده في الفيديو دوت من كل حاجه. ربنا يا رب يكرمك ويكرمكم جميعا. والسلام.